النهارده هنعمل مع بعض البطاطس المهروسه بطريقه مختلفه جدا ومغذيه جدا جدا. هنعملها في صوره حواوشي، يعني مش لازم يكون حواوشي سجق، حواوشي لحمه، حواوشي فراخ، لا، حواوشي بطاطس. مستغربه؟ لا، خش الفيديو وانت هتعرفي عملناه ازاي ومش هتستغربي، وهتنفعك جدا في المدارس وتحطيها في اللانش بوكس. اولادك مش هيشبعوا منها، مغذيه جدا ومفيده جدا. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكي نشوف الوصفه دي عملناها ازاي. يلا بينا. عشان نعمل الوصفه بتاعتنا محتاجين 3 بصلات من المتقطعين الكبار بالشكل اللي انت شايفاه ده، و3 ثمرات من الفلفل الالوان اخضر واحمر واصفر. عندي هنا على النار طاسه بتسخن، نزلت فيها بربع كوبايه من الزيت ومكعب من الزبده. انا مزوده كميه الدهون هنا عشان خاطر انا عندي كميه كبيره من البطاطس والبصل. لو انت عايزه تقللي الكميه ده راجع ليكي انت. اول ما الزيت والزبده يبتدوا يسخنوا عندي كده هنزل بكميه البصل الاول. نزلت هنا عندي بكميه البصل، بس دي كام حته بس من الفلفل نزلوا معاهم، لكن لسه مش هنزل الفلفل دلوقتي. هبتدي انزل عندي برشه من الملح زي ما اتفقنا عشان يسرع لي عمليه التسويه، وهسيبه البصل ده لما ياخد لون الاصفر الفاتح. ودلوقتي بعد ما البصل عندي اصفر كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، هنزل عندي بالفلفل الالوان. ودلوقتي هنزل عندي ب4 فصوص من الثوم مقطعاهم كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل عندي بربع معلقه صغيره من دبس الرمان كده، يعني يا دوب نقطتين من دبس الرمان. واسيب الخليط ده لما يبتدي يدخل في السوا. ههدي عليه النار كده واسيبه يستوي. بعد الفلفل عندي كده ما دبل هبتدي اسيبه يبرد، واجيب عندي نص كيلو من البطاطس المسلوقه، وقطعه او كوبايه قطعه كبيره كده من الجبنه الموزاريلا او نص كوبايه موزاريلا بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهبتدي افككها كده. طبعا هحطها في الفريزر، هسيبها بس تهدى شويه، ونجيب البطاطس هنا وننزل عليها بالبهارات بتاعتنا. معلقه صغيره مخلطه ما بين الملح والكمون والكزبره الناشفه هنزل عليها بيها كده، ونشوف الملح بتاعنا، وربع معلقه صغيره تاني ملح كده. وابتدي اقلب البطاطس دي واعجنها كويس. هجيب الجبنه الموزاريلا كده وانزلها على البطاطس بتاعتنا. هجيب الخليط اللي فيه الفلافل والبصل وهنزل عليه البطاطس كده بالشكل ده. انا عايزه الجبنه تاخد حراره الفلفل. وده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما خلطتها في كل المكونات بتاعتها، الجبنه بالفلافل بالبصل والدنيا. وطبعا ظبطت الملح بتاعها. هنجيب عندنا العيش البلدي الطازه، ما شاء الله العيش لسه جايباه النهارده. هفتح العيش كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده، كأني بعمل حواوشي بس في حواوشي بطاطس. واجيب كمية من الخلطة كده، واظبطها جوه الرغيف زي ما بعمل الحواوشي بالظبط. هو حواوشي فعلا، بس ده حواوشي بطاطس. عايزه اقول لكم الوصفه دي مغذيه جدا للاطفال، يعني بجد مليانه الياف ومعادن رهيبه. هبتدي احشي كل العيش بتاعي وهوريكم في الاخر هنعمل ايه. عملت هنا 6 رغيفة من حواوشي البطاطس، واتبقت معايا خلطة. الخلطة دي بشيلها في علبة بلاستيك واحطها في الفريزر واطلعها على الاستخدام قبلها بليلة. طبعا الوصفة دي مش هقول لكم انها بجد هتسعفكم جدا في المدارس.
وممكن طريقة تانية ان انا بحشي الارغفة كده بتاعت الحواوشي واشيلها في اللي هو البلاستيك راب او اكياس اللي هي التخزين حفظ الاطعمة يعني، وبحطها في الفريزر واطلعها من نفس الساعة، بطلعها في وقتها واعمل منها السندوتش جاهز على طول واحطه في اللانش بوكس. زي ما انت شايفه كده حطيتها في علبه بلاستيك وهشيلها في الفريزر، وممكن احطها في التلاجة لمده 3 ايام مش اكتر من كده. يعني هي ما بتقعدش كتير في التلاجة، لكن بتقعد في الفريزر زي ما انت عايزه. ممكن تقعديها شهر لو انت عامله كميه كبيره وعايزاها تاخدك مده شهر، بتحطيها في الفريزر وتطلعيها زي ما اتفقنا على طول، بتبقى زي الطازه بالظبط. نجيب عندنا طاسه وهنحطها على النار. عندي طاسه اللي هي بتاعت الكريب او اي طاسه عندك، وهمسحها بدهنة زيت وزبدة كده. الزبدة هتديلي ريحة وطعم للرغيف بتاعي تحفة بالشكل اللي انت شايفاه ده. مسحها مسحة حلوة كده. اول ما اتاكدت انها سخنت هبتدي انزل عندي بالعيش بتاعي زي ما انت شايفه كده، واحط من فوقه برضو دهنة زبدة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وههدي عليه النار لما يبتدي ياخد لون زي الحواوشي بالظبط. وكل شويه هقلبه عشان اديه لون حلو، وفي نفس الوقت الخليط اللي جواه ياخد مع بعضه ويدي كده يعني ايه ياخدوا طعم بعض. وعشان الرغيف ياخد اللون براحته وطيت عليه النار، وابتديت غطيت الصينيه هنا عندي الطاسه بصينيه تمام. هسيبها تبتدي تشمع من تحت وابتدي اقلبها، يعني ما سيبهاش تاخد اللون من الاول للاخر تحت، لا ببتدي كل شويه كده اقلبها. بعد ما قلبته على الوش اللي تحت هبتدي ادهن برضو الارضيه كده. طبعا هو لسه ما خدش اللون من تحت، في هديه بس مسحه الزبده دي، وبعد كده هرجع ارده تاني من تحت اقلبه. يعني عايزه اقول لكم الريحه كاني بعمل حواوشي حقيقي باللحمه المفرومه تحفه. بصوا كده قلبته تاني على الارضيه بتاعته عشان ياخد لون من تحت ما شاء الله تحفه. هغطيه وهوريكم شكله النهائي عامل ازاي. وده شكل الرغيف بعد ما طلع، حبيت اوريه لكم. بصوا الصوت فظيع. طبعا هخلص باقي الكميه وهوريها لكم في الاخر ونفتحه مع بعض من جوه شكله عامل ازاي. وده شكل الحواوشي بتاعنا بعد ما طلعناه واستوى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، واخد لون تحفه خطير. عايزه اقول لكم على صوت القرمشه كمان. بصي حقيقي تحفه. حواوشي البطاطس بطريقه رهيبه، مغذي جدا لاطفالنا، ينفع للمدارس. يلا حطي اعملي وحطي في الفريزر. بصي انا اتبقى معايا الرغيفين دول، حطيتهم في كيس التخزين وهحطهم على طول في الفريزر، واول ما احتاج اليوم اللي احتاج فيه اعمل فيه حواوشي بطاطس اطلعه على طول واحطه على الطاسه من الفريزر على طول على البوتاجاز. حبيت اوريكي ازاي بحفظه، وحبيت اوريكي ازاي بقدمه. يلا جربي الوصفه بتاعتنا. ما تنسيناش لو عجبك الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس، وما تنسيش تشتركي في القناه. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.